بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا بيوسف سبورت في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ حلقة النهاردة يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. التاسعة بتوقيت الأهلي، التاسعة بتوقيت الأهلي. جنون كرة القدم. تصريح مرتضى منصور النهاردة ان كهرباء دفع 70 مليون. كهرباء عايز مرتضى منصور عايز يحكم في اي حاجه خلاص. هو المعروف عنه عايز يظهر في الصورة، يظهر في اي حاجه. طيب هو حاليا بيتهم حسين لبيب ان خد 70 مليون من كهرباء، والمفروض اصلا ان كهرباء يدفع 200 مليون. فهو طالع يعني ايه يعمل فرقعة كده في الزمالك، خليه يثبت. وبعدين هو ما يعرفش اصلا ال 70 مليون دول اندفعوا ازاي. النادي البرتغالي هو اللي ساهم بشكل كبير في غرامة كهرباء. وفي بعض رجال الاعمال يعني ده كده اول خبر معانا، مش عارفين مرتضى منصور عايز يوصل لحد فين. على طريقة امام عاشور كوبري جديد يضم موهبة الكرة المصرية. يا ترى مين؟ سمعت الخبر ده؟ لا لسه ما سمعت. أكد رضا سيكا الذي لعب لكل من الإسماعيلي والزمالك سابقا أن إياد العسقلاني ده أساسا من ناشئين الإسماعيلي، أن إياد العسقلاني الذي يلعب حاليا لفريق روستوف الروسي وسبق له اللعب في صفوف الإسماعيلي سينضم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مرددا مبروك للأهلي، ولكن كنت أتمنى يدخل من الباب ويطلب اللاعب بدون كوبري. إيه رأيك؟ والله ما فيش راي ليا ان انا اقول حاجه في الكلام في حاجه. لسه ما فيش قرار مؤكد. لا هو فعلا الأهلي بيفوض، بس هو في تعليق بس على رضا سيكا. هيدخل البيت من بابه ازاي؟ هو داخل يتقدم ليه؟ هو داخل يخطبه؟ ده داخل يجيبه يلعب في النادي. الناس كلها عارفه ان الاسماعيلي وجماهيره كارهين الاهلي، ولو لاعب عندكم بالنسبه لكم فاضل له دقيقه ويشطب كوره والاهلي طلبه مش هتديهوله، وترجعوا بس تقولوا لا كان دخل البيت من بابه. حاضر، يبقى يجيب بوكيه ورد صينيه بسبوسه زي بتاعه الليمبي ويخش البيت من بابه. يفصله 4 أهداف. يا ترى مين؟ انت عارف؟ ايوه يفصله 4 أهداف. مرموش يقترب من كسر رقم زيدان بالدوري الألماني. ده كده رقم قياسي لمرموش. مرموش كده يعتبر حاطط رجليه على أول الطريق، على اخر الطريق كده، في اخر الطريق في الدوري الالماني. 4 أهداف، وهو الوحيد اللي بيسجل في الدوري الالماني. تمام. الفريق بتاعه. انا اقصد ان هو حاطط رجليه على اول الطريق ليه مستقبله. مستقبله طبعا. جوميز يفاجئ الاهلي ب5 لعيبه من ابناء الاهلي السابقين في التشكيل. هينزل ب5 لعيبه من الاهلي. جوميز متوقع ان هو هيكسب، يعني هو متوقع ان هو لما ينزل ب5 لعيبه هيكسب. خلينا نشوف. يدخل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الزمالك مواجهة النادي الأهلي وعينه على اقتناص أول بطولة رفقة القلعة البيضاء من رابع مباراة بعد التعادل أمام الإسماعيلي في الدوري والفوز على بوسليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، والفوز على الداخلية بهدف دون رد عن طريق عمر جابر في مباراة كانت عصيبة على الفارس الأبيض. ويفكر جوميز في أكثر من تفكير في مباراة النادي الأهلي، ولديه فكر مختلف عن باقي المباريات التي خاضها، لأنه يعلم جيدا قيمة وأهمية وصعوبة الدربيات وبالتحديد بين قطبي الكرة المصرية. وهناك أكثر من حل لجوميز في مباراة النادي الأهلي المرتقبة يوم 8 مارس الجاري على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض. وبنسبة كبيرة حتى الآن سيشارك بشكل أساسي ثنائي أهلاوي سابق كل من عبد الله السعيد وناصر ماهر مثلما حدث في لقاء الداخلية الأخير، ونجح الأبيض في الفوز بهدف دون رد، حيث يرى في توازن كبير بمنتصف الملعب بين عناصر الخبرة والمهارة بجانب القوة بتواجد نبيل عماد دونج.
فيما يفكر جوميز في تغيير سير المباراة بمشاركة محمد أشرف رؤى في حال تعرض أي لاعب للإصابة أو الطرد في منتصف الملعب أو من خط الهجوم. ومن المعروف أن محمد أشرف رؤى من ناشئي النادي الأهلي، ده كده يعتبر اللاعب الثالث. يتبقى ثنائي أهلاوي منهم لاعب ينتمي للقاعدة الحمراء بالفعل وهو أحمد حمدي، ويفكر جوميز في الدفع به خلال أحداث الشوط الثاني في حال كانت المباراة في صالح الفارس الأبيض. فيما يعتبر مصطفى شلبي اللاعب المعروف بأهلاويته ورقة رابحة لجوميز، وهناك تفكير بنسبة كبيرة بدفع اللاعب من بداية المباراة، وفي حال لم يحدث سيشارك بنسبة 100% خلال الشوط الثاني في اللقاء. في حال وصل المباراة وهو جاهز بنسبة 100% من ناحية الإصابات. إيه رأيك؟ تعليقك؟ ده تعليق. يعني هو هيعمل اللي هو عايزه. هو كده فكر ان هو كده كانت مكشوفه، كان نايم، كان بيحلم في حاجه ولا بتاع ان هو هيغير سير المباراه باللي هو هيعمله. تمام. لا هو بالعكس، هو كل اللي هو يعمله هيجي في الاخر هيحط مخطط تاني اللي هيشوفه في الملعب. تمام. يعني ممكن يطلع لك عناصر الخبره وعناصر القوه دول كلهم ينزلوا شويه عيال تلعب مش عارف يسد. تمام. مش عارف يسد وممكن اللي يفاجئوا مارسيل كولر يغير له كل الخطط، ممكن يلعب بخطه جديده مخصوصه للزمالك في الماتش ده. صح. طيب ايه اخبارك انت بقى؟ قول لنا اي خبر من عندك. ايه خبر ايه ده؟ لا انت كمل اخبارك، انا قاعد. ايه رايك؟ اقول رايي بس كده؟ لا يا اخي. جوميز يستقر على استبعاد رباعي الزمالك امام الاهلي. استقر الجهاز الفني للزمالك بقياده البرتغالي جوزيه جوميز على قائمه المستبعدين من بعثه الفريق المسافره للسعوديه استعدادا لمواجهه الاهلي بنهائي بطوله كاس مصر. ويلتقي الزمالك مع الاهلي بنهائي كاس مصر يوم الجمعه المقبل، وذلك في اللقاء المقام بالسعوديه. وعلمنا ان جوميز استقر على استبعاد ياسر حمد وزياد كمال ومهيب ياسر ومحمد عاطف رباعي الفريق من قائمه الابيض المسافره الى السعوديه. شباب يعني. طبعا. طلع يعني يعتبر الاربعه المستبعدين كلهم شباب. ده كده رايك في جوميز ان هو يستبعد اربعه من الناشئين؟ مش هيفرقوا معاه في حاجه بس هو يعني كويس ان هو يستبعد اربعه ناشئين، لانه لو نزلوا في ماتش قمه زي ده كده هو بيخلص عليهم. فعلا. محمد ابو تريكه يوضح سبب كراهيه جماهير الزمالك له. تخيل ايه سبب كراهيه الزمالك لمحمد ابو تريكه؟ يعني اللي انا اعرفه ان محمد ابو تريكه مفيش لاعب ولا زملكاوي ولا اهلاوي ولا ايا كان بيشجع فريق مش محمد ابو تريكه. لا، جماهير الزمالك بتكره محمد ابو تريكه الا من رحم ربه. عارف ليه؟ عشان سجل فيهم 13 هدف ومفيش لاعب في تاريخ الزمالك عرف يعملها مع الاهلي. مش سبب الكره يعني. ده سبب. ما انا خد بالك، ده انا هجيبها لك بلسان محمد ابو تريكه نفسه. هجيبها لك بلسان الكابتن محمد ابو تريكه. يعني جماهير مستفزه حاجه زي كده. لا. طيب كده احنا خلصنا الاخبار اللي معانا صح؟ لسه في خبر تاني. ده اهم خبر اللي احنا نسيناه. ده الاهلي يحصل على توقيع محمد علي بن رمضان نجم الترجي لمدة 4 سنين. ايه رأيك في الصفقة؟ نرجع بقى نكمل فيديوهات الكابتن مجدي عبد الغني فيديوهات صغيرة عشان في بعد كده مسخرة، بس في الفيديو اللي جاي مش في الفيديو ده. يعني احنا هننصح من دلوقتي للفيديو اللي جاي، وهننصح الفيديو اللي جاي. اي اطفال او النساء ما يسمعوش الفيديو اللي جاي. ها؟ في مسخرة والله مش بهزر، ده في مسخرة من مجدي عبد الغني. منو؟ سمعت الفيديو. طيب امال ايه؟ ما ينفعش. لا ما ينفعش. عايز ايه؟ هنرجع نعيد تاني. ما انت ضحكت عشان طلعتنا بره المود. ماشي. انت بالك الفيديوهات اللي احنا كنا بنسمعها عاديه. لا في بهدله. نرجع تاني نعيد. ماشي. الفيديو اللي جاي مش الفيديو ده، هيبقى فيه تصريحات
الفيديو اللي جاي انا بنصح اي حد هيتفرج على الفيديو اللي جاي. هو الفيديو اللي جاي دوت فيه الفاظ وتصريحات نارية، بس بألفاظ فاضحة، فيا ريت اطفال بنات محدش يتفرج على الفيديو ده، وتوطوا الصوت وانتوا بتسمعوا المقطع ده. مش في الفيديو ده، في الفيديو اللي جاي. هنشوف بقى النهارده المقطع بتاع كابتن محمد ابو تريكة وهو بيأكد كرهه لجماهير الزمالك ومجدي عبد الغني، ودول هيكونوا ختام الحلقه بتاعت النهارده. دايما الماتشات الكبيره دي يا عبد العزيز تحب تلعبها وانت لعيب. انا افتقد الشعور دي في الماتشات الكبيره. امال ليه جمهور الزمالك بيكرهني؟ لان انا مديهم 13 هدف. فدايما اللقاءات دي هي اللي للتاريخ. نعم. نيجي نخش في تفاصيل المباراه. ايه موضوع قلع البنطلون؟ ده موضوع جميل. قعدت تنكره فترة طويلة جدا. ده موضوع جميل والله. ليه عملته وليه انكرته وليه فجأة اعترفت بيه؟ والله العظيم موضوع. مين اعترفت بيه فين؟ ما اعترفتش بيه؟ اعترف بيه ليه؟ وانا النهارده انت قاعده في اوضه فيها. اعترفت بيه ولا ما اعترفتش بيه؟ طبعا. طب انذار. تمام اتفضل. يا فندم اتفضل. انت ليه قلعت البنطلون لاحمد مجاهد بس؟ بقى حبيبك دلوقتي؟ والله ما ولا انت حصل. جايبه ولا انت جايبه عشان مراته في خناقه مع حد؟ استنى بس، الكلام ده كله ما حصلش يا احمد. اهو احمد اهو. طب احلفوا انتوا الاثنين ان انت ما قلعت له البنطلون. والله ما قلعته له. قلعه له ليه؟ هو ما فيش حد في مصر بيقلع بنطلونات، بس ما بيلعبوش في المكتب. لا اقلق، ما قلعوش في المكتب. النهارده انت لما تقعد جوه اتحاد كرة القدم في مكتب مقفول عليك بينك وبين اصدقائك قلعته 2 أو 3 تتكلم معاهم، انت ما قلعتوش قدام الناس عشان الناس تعاير. ده على سبيل بس الفكرة المثال. كلها انه الموقف ما كانش يتطلب ان يتقلع بنطلون. لا انت ده مش ما- على الا سبيل اذا المثال. انت دفعت الى هذا التصرف لانه معروف عنك الغضب، اولا وواحد راح مسلم عليك الموقف المعلومه. كان موقف تهريج وهزار، بتهزر مع اصدقاء، كونهم ياخدوه ويروحوا يستغلوه. والجرايد هو النهارده بص يا خالد، هو النهارده انت انت عايز انت يعني ايه اللي استفادته في نشر البنطلون؟ الناس استفادت ايه؟ بس انت اتضريت. هو لا، ما استفادوش بس انت اتضريت. سيبك من الضرر بتاعي. الناس استفادت ايه لما انا اشوف خالد قاعد في حته في قعده معينه ولا واروح اكتب عنها؟ الناس استفادت ايه الا انها اي كلام؟ يعني الغرض منها هو التشويق فقط، انما مفيش اي غرض يفيد الاعلام في قلع بنطلون ولا. كلام محترم جدا والله. بتكلم كلام انت كل محترم. كلامك محترم جدا. والله بتكلم ايه بقى كلام موضوع محترم. ان سمير زاهر هو يعني انت اتعاملت بحسن نية في الموقف ده وسمير زاهر هو اللي اتعامل بسوء خدي بالك نية انا كنت داخل اتوضى. وفضحك بقى؟ في حد بيقلع البنطلون عشان يتوضى؟ طبعا. امال انت حضرتك بتتوضى لحد فوق الركب ولا ليه ايه؟ ما بتخشي الحمام تعملي ايه؟ انت مش بتخشي الحمام تعملي ايه؟ مش داخل الحمام. بس انت ما عملتش كده. امال انا عملت وبعدين ايه؟ انت لو في البيت، لو بتتوضى في البيت مش هتعمل كده. لا بالعكس، انا بحب وانا داخل اقلع واحده واحده لحد ما اخش جوه. يعني بما انك هي فضيحه، انا ما اعرفش يا انت مالهاش بتضحك دعوه ليه. بالفضيحه. هي فضيحه والله يعني ما بهزر. انا بحب اقلع سنه سنه كده وانا داخل جوه في البيت عادي جدا. ايه المشكله؟ لا مش انت كل واحد له بس طبيعه. ده في بيتك. ما هو اتحاد الكوره ده انا قاعد في مكتب مقفول عليا. هو انا مش انت؟ ومعاك هو 4 انا 5 زي ما قلت. انا نكشت الشعر. معايا سمير زاهر واحمد مجاهد واحمد شاكر الله يرحمه. عادي يعني انت متعود تقلع البنطلون قدامهم؟ هو يعني والبنطلون ما بفك ابقى اما افك الحزام واقلع وداخل الحمام عشان اتوضى، دي مشكله؟ ايه المشكله لا يعني؟ انت ما عملتش كده. انت امال قلعت عملت البنطلون. ايه؟ عشان ايه؟ انا مش راجل يعني؟ ما انا بسألك لا أهو. ده انا بالرجوله. خدي لا بالك. لا انا ما قلتش أمال كده. إيه انا طيب؟ بسألك عملت امال كده اقلعه ليه؟ انا بسألك ايه الموقف اللي خلاك ما هو عملت مفيش كده؟ موقف. يعني مفيش- بسألك الموقف اللي خلاك عملت كده مفيش عشان اصلا موقف يخليني اعمل كده. عشان انا هو ما ايه اعملوش. الموقف؟ انا ايه عشان ايه؟ انا ما اعملوش هنا بدل ما تعمل كده قدام الناس. ما دام الموضوع عادي قوي كده تعمل كده هنا. بصي اصلا ايه الموقف اللي يخليكي تقلعي بنطلون الا انك رايحه داخله الحمام او هتتوضي؟ ايه لا تاني؟ انا ما فيش موقف ممكن طب يخليني موقف اعمل تاني كده. بقى قله ادب يعني موقف انا لا انا بسأل. انا شاذ فعلا يعني عايزة ولا ايه؟ أعرف. مش فاهم لا بقى. لا انا ما قلتش بقى. كده امال ايه طيب؟ وحتى الحوارات اللي دارت طب حوالين أمال إيه؟ الموضوع ما قالتش طب كده. أمال بس إيه؟ انا عايز اعرف ايه الموقف اللي خلاك تعمل ما انا كده. بقول لك ما كانش في مواقف. انا يعني داخل واحد قاعد وسط
زملائه، ايه اللي يخليه يقوم يقلع البنطلون؟ لا، خدت بعضي ومشيت وقلعت ودخلت الحمام وكنا بنتناقش في مواضيع وسبتهم ودخلت افضل من المواضيع اللي بنتناقش فيها. كان رهان مثلا؟ رهان ايه؟ يعني رهان على ايه؟ صحاب، رهان حاجه كده؟ لا خالص، انا راهن ان انا اقلع لكم البنطلون مقابل 100 جنيه ل 100 جنيه يعني. ماشي كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعدين هو الاهلي من امتى طلب صفقه من الزمالك اصلا وتمت؟ ما الناس كلها عارفه ان الزملكاويه وجماهير الزملكاويه اللي جاب الزمالك في وسط الحوار وفي ايه النهارده؟ بس ما تنسوناش باللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. الله اكبر. طيب ستوب. كده نكون وصلت. ايه وصلت دي تاني؟ يعني انا قلت الباب من بابه صح؟ تاني. يعني ايه يدخل البيت من بابه يا كابتن رضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا ابو يوسف سبورت في كل مكان. قبل ما نبدا حلقه النهارده ايه النهارده دي؟ ايه النهارده دي؟ تاني من الاول. تمام؟ ابدا. خلاص، خد نفس عميق.